السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل القرص الطرية الفلاحي. معايا كده نص كوباية من المية دافية، حطيت معلقة سكر ومعلقة خميرة، هدوبهم كويس وهغطيهم واحطهم على جنب. طبعا انا عندي كان شوية لبن كده اقطعه، طبعا حطهم في التلاجة وقلت لازم استخدمهم. معايا بقى كيلو من الدقيق، وعليهم معلقة من اليانسون ومعلقتين من السمسم وذرة بسيطة من الملح. قلبتهم كده كلهم مع بعضيهم، وبعد كده هنزل عليهم بكوباية من الزيت، واستخدمت كوباية تاني. الكيلو اخد كوبايتين من الزيت. هابصّهم بقى كده كويس وهاخلّيهم كده شبه حبّات الرملة. وبعد كده هانزل بقى باللبن بتاعنا كده، هنعجن العجينة زي ما أنتم شايفين، بس أنا دفّيته شوية على النار. وبعد كده هانزل بنُص كوباية اللي فيها الخميرة والمَيّة، اللي فيها السُكّر آسفة. زي ما أنتم شايفين كده، وهاعجن بقى العجينة وهاعمل اختبار كده في إيدي، واشوفها كده هتشقق من الجناب والّا لأ، وهاسيبها بقى حوالي 10 دقايق. بعد كده هابدأ اللي أنا أعمل القرص بتاعتي. تعمليها بقى صغيرة، تعمليها كبيرة، على حسب ما أنتِ عايزة. طبعًا بقى في الشتا ده، مع كوباية شاي بلبن كده والّا شاي سادة، يا سيدي حاجة كده مسكّرة، حاجة بقى كده تدفّينا كده في الساعة ديّة. زي ما أنتم شايفين كده بقى هافردها وهاجيب الشوكة وهاعمل لها فتحات من فوق كده عشان ما تتنفخش مني في الفرن. وهاسيبها حوالي من نُص ساعة لساعة إلا ربع، حسب الجو عندِك، وبعد كده هادخّلها الفرن. بُصّوا الجمال، طرية وتحفة يا جماعة، وطعمها كان خطير. يا رب الوصفة تعجبكم.